عمرك سألت نفسك هو أنا ليه مش حاسس بالحياة؟ ليه كل يوم بيعدي كأنه ما حصلش؟ وليه حتى وأنا وسط الناس بحاسس بالوحدة؟ اسمعني بس المرة دي اسمعني بقلبك. أنت مش تعبان من الحياة، أنت تعبان من الزحمة اللي جواك، من أفكارك اللي مش بتقف، من المقارنة، من التسويف، من الخوف، ومن السؤال اللي كل ما تهرب منه تلاقيه مستنيك على باب الليل. أنا بعمل إيه في حياتي؟ أنت مش فاشل، بس أنت اتعودت تتكلم مع نفسك بصوت عدواني، كل يوم بتجلد روحك بكلمة مفيش إنجاز. أنا كده ما استحقش، الناس سبقوني. ونسيت إنك مش مطلوب منك تسبق حد، مطلوب منك تحب طريقك وتمشي فيه بصبر وإيمان. اللي بينجح مش هو الأقوى صدقني، ولا هو اللي معاه فلوس، ولا اللي شكله واثق. اللي بينجح هو اللي بيكمل حتى وهو مش شايف نتيجة. هو اللي بيقول أنا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا عز وجل. ما تقولش ما عنديش وقت، أنت عندك وقت، بس بتديه للي يسحب روحك منك. جرب تدي وقتك لحاجة تقربك من نفسك، من هدفك، من ربك، منك أنت حتى، إنك أنت الحقيقي، مش أنت اللي بتصنعه للناس. كل يوم بيتسرق منك وأنت ساكت، فاسأل نفسك النهاردة بصوت واضح، أنا راضي أعيش كده؟ لو لأ، يبقى قوم دلوقتي مش بكرة، مش لما تتحفز دلوقتي. ده مش فيديو تحفيزي، ده إنذار ونعمة، وفرصة تانية جاية من عند ربنا ليك، مش من موبايلك. اللي بينام كل يوم يقول لنفسه لسه في وقت، هو نفسه اللي هيصحى يوم يكتشف إن كل حاجة راحت. فقبل ما توصل اليوم ده ابدأ دلوقتي. دمتم ألف خير وعافية. سلام.